بالتوفيق ان شاء الله باذن الله الجميع. نروح سريعا لنجم من نجوم لقاء الزمالك والاسماعيلي، ونجم نادي الاسماعيلي، ونجم نادي الزمالك سابقا، ونجم نادي الزمالك حاليا لان هو كمان عنده اعاره. كابتن اسلام جمال، مساء الخير. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وشكرا جدا على الكلام ده حضرتك. الحقيقه يعني تستاهل كل خير، امبارح مأدي مباراه اكتر من رائعه. عايز توجه رساله محترمه للناس تقول لهم ان انا فرده تقيله، وان شاء الله باذن الله انا فتره اعاره وراجع تاني نادي الزمالك، واديت الحقيقه مباراه جيده جدا. ما المشكله يا كابتن، الناس زعلانه ان انا لعبت كويس. ما هو انت مش عارف سمعتني في الاول ولا لا يعني؟ لا والله يا كابتن، انا في الشارع وما سمعتش، انا في عربيتي. انا الحقيقه اعترضت بشده اسلام على الناس، ان واحد يطلع يعلق ويقول اصل اسلام داس على نفسه في الماتش، اصل اسلام لعب مش عارف ايه. انت لعيب محترف وبتلعب في نادي محترم. اللي انا ليه ما لعبتش كده الاول في الزمالك؟ لا، ما هي برضو ده مش دي برضو النقطه. انت لعيب محترف ولعيب محترم بتلعب في نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده طلعك اعاره لنادي، زي ما اديت في نادي الزمالك وكنت بتعمل اللي عليك على قد المطلوب منك، اديت في نادي اسماعيلي وبتعمل اللي عليك. الكره اديتك مع النادي الاسماعيلي ده بتاعت ربنا يعني ما جالكش النهارده فرصه. كابتن طب اسال حضرتك سؤال. اتفضل. دلوقتي يا كابتن لو انا لعبت مثلا في الاسماعيلي دلوقتي ولعبت ماتش الزمالك وانا كنت زي مثلا يعني وحش جدا وخسرت فرقتي، هرجع الزمالك تاني يا كابتن؟ ولا هتشمها ولا هترجع. حد اصلا هيقول للستان ده لا ده ما عندوش ضمير عشان خاطر فرقته وباع مثلا الزمالك؟ ده ينفع؟ دي اخلاق ولاد نادي الزمالك؟ ولا لا، هو التصريحات دي من ولاد نادي الزمالك؟ طبعا انا ابن نادي الزمالك. لا انا مش قصدي، انا اسف. التصريحات اللي قال تصريح زعلك ده ابن نادي الزمالك ولا ناس جماهير؟ ده جمهور. لا بص، جمهور يعني مفيش حد كلمني في النادي. بص، جمهور عشان تنجح يا اسلام، عشان تنجح جمهور اقفل ودنك غير للنقد البناء ليك. يعني النقد اللي انت شايف ان هو انا اللي مزعلني الناس اللي هم كانوا بيحبوني وبيكلموني دلوقتي هم اللي بيشتموني. ده اللي مزعلني بس مش اكتر. يعني انا اصلا مش مقتنع، انا مش هقدر افيدك. انا الحلال بين والحرام بين. اللي انت عملته امبارح وضع طبيعي جدا، لعيب معار محترف بيأدي مع فرقته خلاص، زي ما الاهلي النهارده بيعير لعيب وبيروح وبيأدي مع فرقته. انت النهارده بتأدي بشكل طيب قدام الاهلي قدام الزمالك، وضع طبيعي. فتره اعاره ربنا يوفقك ويكرمك وترجع تاني نادي الزمالك. يا رب يا كابتن، يا رب. طب انت عايز تقول لجماهير نادي الزمالك يا اسلام؟ اقول لهم يعني يا ريت ما تزعلوش مني، دي كوره وده احتراف، وانا لازم اادي فرقتي اللي كانت محتاجه 3 بونت امبارح. احنا في المركز ال 15، عمر النادي الاسماعيلي ما يوصل المركز ال 15. وما تزعلوش ان شاء الله الزمالك لسه واقف على رجله، ده ثاني الدوري والدوري لسه طويل، وفي ماتش جاي ان شاء الله، ماتش الاهلي يكسبوا ان شاء الله باذن الله وينافسوا ثاني على الدوري. واتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه، ويا ريت اي حد ما يكونش زعلان مني. امبارح احساسك ايه بعد ما جبت الجون؟ الناس بتقول لي فرحت، والله ما فرحت خالص يا كابتن. انا امبارح اول لما جبت الجون نزلت على الارض سجدت وبرفع ايدي لفوق لربنا. يعني انا حاسس ان انا كنت يعني مش عايز امشي دلوقتي من الزمالك، بس انا عايز امشي عشان كنت اقول للناس اللي انا موجود. انا موجود وعايز العب وعايز اروح المنتخب. لكن الناس فكرت الاسلام جاي زي ما الناس بتقول جاي يقضيها يتصور في النادي وخلاص. لا، انا مش جاي اتصور في النادي وخلاص. مش انا اللي بتصور، الناس هي اللي بتصورنا. في صحفيين، في مصورين، هم اللي يجي بيصوروا، انا ما بصورش. بس انا كنت عايز اقول لهم كذا رساله وانا في نادي الاسماعيلي. كابتن خالد الحمد لله. اتفضل يا اسلام. اتفضل. لا يا حبيبي، اتفضل. لا، وانا اقول لهم دي اول رساله اللي انا الحمد لله بادي، ومش الماتش ده بس اللي انا مثلا لعبت فيه كويس. لا، انا كل الماتشات اللي جايه يا رب ربنا يكرمني ان شاء الله واكسب فرقتي مع فرقه كبيره ومدرب محترم واداره محترمه وموفر لنا كل حاجه ومفيش اي حاجه محتاجينها هناك غير بس اللي احنا كنا نكسب 3 بونت وجيت 3 بونت ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن خالد القماشي امبارح قال لك ايه؟ حضني. اصلا في الفاول ده يا كابتن خالد وكابتن ايمن الجمل وهي كابتن فكري طبعا بقى لنا 3 ايام بنتمرن عليه. يعني حتى بعد الجون كابتن خالد شاور كده على ايده على صدره، يعني بيقول يعني ده بتاعي انا، هو اللي فعلا قال لنا عليه. يعني حتى قبل الجون انا قلت شاورت رقم 3، رقم 3 هي دي احنا كنا متفقين عليها لاحمد سمير بالي على البعيده وانا اروح. ان هو احنا الشغل ده احنا خدناه منه واستفدت منه كتير. مدرب كبير وقوي الشخصيه
والحمد لله على المكسب، وانا هديت له المكسب ده امبارح. مفيش امبارح حديث بينك وبين اي لعيب زملكاوي صاحبك بعد الهدف؟ بعد الهدف؟ لا اللي هو يعني في لعيبه تقول لي ايه ده انت جبت الجون ده ازاي؟ مش مصدقينك، اللي هو الصحاب بقى عشره. بس لكن انا امبارح والله ولا زي الناس بتقول انا غليت على اصحابي، انا اصحابي كلهم اي حاجه كان بيقع انا كنت بروح لهم. حتى عواد الجون بتاعنا لما كان في وقت مثلا مصاب ولا حاجه بقول يلا يا عواد عشان ما حدش يقول علينا حاجه، يلا يا رجاله نلعب كوره، حد يقع طلع الكوره اوت. دي اللي احنا اتربينا عليه في نادي الزمالك. بس لكن انا مش مصدق الناس بتهاجمني ليه، مع اني انا مش شايف ان انا عملت حاجه غلط يعني. ربنا يوفقك يا اسلام كده، وان شاء الله باذن الله تكون بدايه ليك ترجع نادي الزمالك تاني وتتالق كده وتكون نجم. يا رب ان شاء الله، وهرجع نادي الزمالك اقوى من الاول ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله باذن الله، اتمنى لك كل التوفيق. بشكرك شكرا جزيلا اسلام جمال لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي الاسماعيلي الحالي. الناس لازم يا جماعه يكون عندها الثقافه